اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ متابعينا في كل مكان، ازيكم؟ رمضان كريم، مره جديده ومره تانية نتقابل مع بعض في فرفوش واصحابه. يا رب يعجبكم، خليكم معانا وتابعونا، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد مننا يا حبايبي. يلا بينا نتابع. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا فرفوش؟ كنت فين يا كابتن؟ محدش شافك امبارح. ابدا، انا كنت معزوم على الماتش بتاع امبارح اللي اتلعب في الدفاع الجوي. ايه ده؟ وانت رحت يعني الاستاد الدفاع الجوي ولا ايه؟ لا، كنت معزوم على قهوة بعجر عشان اتفرج على الماتش. ايه بعجر دي يا كابتن؟ دي منطقة كده في جنوب شرق اسيا، في كوالالمبور. ايوه وصفها لنا يا كابتن، يعني فين من بعد الجامع؟ ايوه دي. المهم يا كابتن، ايه رايك في الماتش؟ الزمالك اتغلب 3-0 وكان شكله وحش قوي. ما كانوا بيتريقوا على الانسحاب الاهلي ويقول لك ده انسحاب وبتاع وخايفين والحكايه والروايه. اهو شكلهم وحش اهو. انا مش عارف هيعينوا مدير فني اجنبي ولا يجيبوا مدرب مصري ولا ايه حكايتهم. انا من رايي يعينوا مدير فني اجنبي احسن. المدير الفني الاجنبي توقيته صعب قوي، لو جه اخر الموسم ماشي. وكمان هو عنده مشكله الزمالك ان هو اشترك في البطوله العربيه، فهيجي المدرب الاجنبي دلوقتي مش هيلحق بقى اللعيبه تطبق عليه وتفهم فكره وخططه. انما المدير المصري، مدير الفن المصري يعني هيبقى احسن، هيقدر اللي هو يلم الفرقه بسرعه ويعدي الفتره الصعبه دي. هم كمان زنقوا نفسيهم برضو واتسرعوا في البطوله العربيه دي، يعني دلوقتي مفيش راحه، هيبقى تلاحم مواسم على بعض، هيخلص من الموسم يخش على البطوله العربيه يروح داخل في الموسم الجديد، وده هيبقى الموقف برضه هيبقى منيل كده برضه، وهيبقى صعب عليهم زي السنة دي. هما مش مستوعبين الحتة دي. ورأي أصحابي ومتابعينا إيه؟ هل يقدر الزمالك يفوق من كبوته دي؟ ولا يفضل مسلسل استمرار للسقوط مستمر لنادي الزمالك؟ هيفوق ولا مش هيقدر؟ اكتبوا لنا في التعليق ده وقولوا لنا إيه رأيكم معانا.